إنه من دواعي سروري واعتزازي أن ألتقي بكم يا هؤلاء الإخوة في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة الحج الشريف. وإنني باسم شعب هذه المملكة وحكومتها لا أتقدم إليكم بكل ترحاب وكل أمنيات بأن يوفقنا الله جميعا كإخوة متعاونون إلى أداء ما يجب علينا من إيمان بالله سبحانه وتعالى وتمسك بعقيدتنا وتحكيم لشريعتنا الشريفة. فإننا اليوم أيها الإخوة لا أحوج ما نكون في العودة إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الظروف التي تحيط بالمسلمين، وكل ما يتعرض لها المسلمون في أوطانهم من نكبات وكوارث واعتداءات